عسلامة البنات، شنو احوالكم؟ شلونكم لاباس؟ اليوم باش نحكي لكم على كلكو غوماج ناتوريل، غوماج شعري، ماسك، غوماج سكراب ناتوريل بودي، وماسك متاع وجه، وبارفان اللي تحب تستعملها العروسة، وكلكو لويل ولا اويل لانكوم نستعمل فيه روتين تسواغ في وجهي. ولا ابقوا معايا. اول حاجه البنات باش نحكيكم على ماسك متاع شعري اللي هو فريمون عطاني نتيجه ادوغابل ما كنتش منتظرتها، اللي هو الماسك هذيا. حضرته في الدار، حطيته لبرا، كل ما انا باش نمشي نعمل دوش ولا بانو نستعمله قبل ما ندوش 3 سوايع. لو ماكسيموم بروفيت نخليه في شعري باش لو ماكسيموم ياخذ اكثر زيوت ويتغذى. اول حاجه الماسك هذايا شنو اللي هو فريمون ابهرني اللي هو ماسك نوا دي كوكو، اللي هو نستعمل منه 70%. اي نوا دي كوكو، فهم اللي يحب يعني ياخذ حاجه دماغ، واللي يحب ياخذ نوا دي كوكو وبرا به. اللي هو نستعمله في الماسك 70%، يعني هو الباز والاساس. وبالتالي كنعمل اويل الموند سويت، هذايا زيت فيه زيت السمسم والامون. زيت شكيت انا زيت السمسم ده عنده فاعليه للشعر، خاطرو مخلط موش 100%. لي زانغريديون تاعو الموند اويل وانذر نوس عند السمسم، يعني مخلط، فهمتني؟ هذايا الزيت اللي نعملو معاه. وزيت الزيتونه اللي هو سي بيان سور الباس نتاع اي ماسك، معناتها 3 مكونات. واللي يحب زاده زبده الشيا نعملو انا 10%، مش حاجه كبيره، اما هي زبده صافيه. اما 10% معناتها مش سور سيغتان تعملوه في لي ماسك. بليز لامبورطون نوا دو كوكو، يعني هذه في 70% نوا دو كوكو، وفيه بريسك 40% زيت زيتونه، وفيه 20% زيت اللوز اللي هو مخلط، والا زيت السمسم كوم تو فو، معناتها زيت اللوز والوا دو كوكو وزيت زيتون. فوالا هذه ماسك ترقدو، تعمل كميه باهيه، تحطه في البلار حتى كي يبدو اوموجين ميلونج وقت كبير يعطي اكثر فاعليه. وكل ما تداوش ماسك تعمله قبل نص ساعه على الاقل، معناتها انا نعطيه 3 زوغ نخمم نقضي اي حاجه، ونتك نغسل شعري مع اي شامبوان تحبوا نتوما. هذا الاول اللي يعطاني فريمون معناتها شعري بريق وصحه، كي نعمل سشوار فريمون يمشي رابيدمون. ولكن زيدا نعمل تزبيره لشعري، معناها ديما نقص الاطراف نقص، لازم تكون الراسين نتاع شعرك يعني مريقل، معناتها فهمتني؟ هذوما الكليكا يعطي فريمون نتيجه انكرويابل. والناس اللي كانت تبع فيا من قبل يعرفوا كيفاش كان شعري وكيفاش ولا، معناتها فريمون عاطي بريق. الرطوبه اللي فيه ما عادش يتخبل. معناتها بدا يقاوم حتى السشوار. فريمون انكرويابل. كيما تشوفوا البنات بدا شعري صحي. هذه الجمعه عطاني ريزولتا، بقيت بوش بيه، حكيت عليه برشا في الانستغرام. دونك ديما نعمل ستوري في الانستغرام نحكي برشا فيه. هذه الاول. وبعد ذلك باش نعطيكم اللي هي للبشرة، اللي هي اللي نعملوا توحيد البشرة. الناس اللي عندهم تاج دو نيسانس تحت الفم والا منا ولا منا، هذا ينظف يعطي تنقية وتوحيد البشرة، اللي هو يغر الطبيعي والكركم والعسل الحر. هذوما تحطهم في حكة ديما يبقاو ايموجين، وتعمل 3 فوا بار سيمين، معناها نهار بعد نهار ولا نهار، يبقى كل شخص كيفاش يحب. المهم لازم ديما عندكم حكة في الفريجيدير حاضرة. هذه بالنسبة للبشرة. ونلقى حاجة ترتيب البشرة عميق جدا ويوحد البشرة وينحك الاحمرار وبرشا تاش دو نيسانس، سورتو هكا الناس تولدوا بالحاجات اللي عندهم تاش من الصغرى والا من الولاده نتاعهم. هذه الماسك نتاع الوجه. وباش نعطيكم السكراب نتاع البدن البنات اللي انا ديجا محضرته في حكه. هذايا سكراب طياره. انا بصراحه فما سكراب لقيته في الامازون 110 دولار، اسمه سكراب، والله نسيت نكتبوا على الشاشه. فريمون يعطي نفس الريزالت. اللي هو هذايا سكراب اللي هو عملته قهوه نوا دو كوكو وزيت اللوز وترفع سل. هذايا نحط عمال نتاعو كيفاش كي يبدا بدنك مازال شايح تعملو، وهو قبل ما تعمل جل دوش
تخلي لي ماكسيموم يبدنك ياخدك زيوت نوا دي كوكو العسل يبدا طري على الاخر كانك عامل سكراب من اغلى الماركات. معناها فما يوتيوبر سعوديه عملت الماركه نتاع سكراب وعملت تقشير اللوز قالت فريمون انكرويابل دي سيم ريزالت. بالحق معناتها انا جادور هذيا وقداش حسيت بدني رطاب على الاخر. ساعات حتى اني نستغنى على الكريمه اللي بعد الدوش فريمون انا نشوفه حاجه واو وطياره. وانا هكا تشوفوني في الدار عملت اكبر كميه نحطها في الفريجيدير كل ما نعمل ندخل نعمل دوش نعمل سكراب ناتوريل وشي خالي. وانا من الناس المحبين القهوه نشيخ على ريحتها بالحق ونموت عليها. وهذا كما تشوفوني كاش عملتها اللي هو يكون في السيليكون هكا نعمل خليط نوا دي كوكو والبقايا نتاع القهوه يا البنات تاع الاكسبريس اللي الناس طيبوا في الاكسبريس ما يلوحوهاش في الزبله يحطوها في ساشي خاصه نظيفه باش تعمل انت سكراب تلقاها حاضره ناظره بغير ما تغسل قهوه جديده معناتها اشرب منها وزيد استنفع منها. فوالا يتنحى هكايا هكا كيما تشوفوا كما تشوفوا محليها منظرها بابيون تشيخ عليها بالحق. هذايا الاول. وباش نعطيكم اللي هي اخر حاجه ننصحها لبنات العرايس اللي هي بارفان حلت لي فمي فريمون شريتها قبل ما نروح من تونس اللي اسمها اوسكار دورانتا روز. هذه خديتها انا فرانشمون في البروموسيون $20 من فما بري في مونريال كندا. لقيتها في الامازون $79 ولا 69 يعني بري غونفلي مش عارفه علاش. بون انا خديتها في البروموسيون اما ريحتها يا البنات العروسه فريمون انا نفضلها على احسن بارفانات دو مارك احسن من شانيل احسن من ميغرلان. ريحتها روز ريحتها ورد ورد ورد. انا نعملها كي نرقد ونعملها كي نخرج من الحمام ونعملها كي نحب نشيخ كي نحب نشم ريحه الورد راهي يا البنات ريحتها انكرويابل. حتى كي نصلي زاده نعمل هكا دوب الليش ونعمل هكا ونعمل هكا وريحتها فريمون تحس بروحك كانك وسط حديقه غناء متاع ورد عربي متاع تونس بالحق. وامازون عطاها 5 اتوال معناتها في المنتوج اسمها اوسكار دي لا رونتا روز. هذه انا خدتها $20 معناها جو سوي شانسوز خديتها انا والاختي. الوغ كنت نعرف قيمتها اكثر وانا حليتها كي جيت لكندا مالوغوزمون خاطر حليت البارفان تاع ريحانه. دونك فريمون فضلت على برشا بارفانات دو مارك واللي اغلى منها ب1000 مره. فريمون ننصحها العروسه ريحتها ورد وتبقى مده طويله وتشيخ عليها. فريمون انا نقولها لك من قلبي. وبالنسبه للعنايه بالبشره اللي انا يا البنات كملتها ديجا اللي هي جينيفيك معناها نتاع لانكوم زيد نعملها قبل ما نرقد خفيف يتمص في البشره فاسيلمون يعطي الرطوبه للبشره نتاعك وفريمون تشيخ عليها. كملتها باش ندخل في الروتين دو سوار جديد اللي هو من الاست لودر اللي وريته في الانستغرام. هذا للبنات اللي كانت نصايحي ان شاء الله تكون نفعتكم وان شاء الله تكون من القلب الحق معناتها. وفما حاجه اخرى نسيتها رابيدمون اللي هي نوعيه العسل. انا بالنسبه لي اللي في كندا سامحوني اللي في تونس عندكم نوعيه اخرى وحتى ما خير تاخذوها حتى من اللي يعمل في العسل الاصل. اما بالنسبه في كندا حاولوا خذوا العسل العسل البيولوجيك اورغانيك بيولوجيك. النوعيه هذه من فارما بري اسمها بيور هاني ميل بيور اللي هي فريمون اورغانيك وطعمته بنين كي نعمل في الكريب ونعمل في الحليب والا نابورت كي فريمون بيولوجيك اورغانيك 100%. خذوا منه يا بلاد مش ببليسيتي اما نحب نديرلكم حاجه ما افضل. فوالا هذا الكل اللي كان ان شاء الله نصحتكم وان شاء الله نصحت العروسه وان شاء الله نصحت الطفله اللي تحب تلهب بشرتها والمزيانه. نقول لكم كان اشتركوا في قناتي وفما توثيق انستغراماتي على كونت ليدي وفاء في اليوتيوب تلقوا الروابط في اسفل الصندوق ونوثق فيه الانستغرامات نتاعي لي فيديو ستوري. هذا نقول لكم كان كل الروابط في الانستغرام برو اشتركوا عيشوا معايا يومياتي في الانستغرام. نحبكم برشا وسبسكرايب. نحبكم الى اللقاء.